ماذا لو أخبرتك أن أغرب نصيحة عن الزواج لم تأت من عالم ولا قاض ولا شيخ، بل من رجل ظنه الجميع مجنونا؟ اسمع هذه القصة. يحكى أن شابا أراد الزواج، لكنه قال في نفسه: لن أتزوج حتى أستشير 100 رجل متزوج. وبالفعل بدأ يسأل الرجال واحدا بعد الآخر حتى استشار 99 رجلا، ولم يبق له إلا رجل واحد فقط. فقال في نفسه: غدا أول شخص ألقاه سيكون هو الرجل 100، وسأعمل بنصيحته. وفي الصباح الباكر خرج من منزله ينتظر أول من يلقاه، لكن المفاجأة أنه رأى رجلا غريبا يبدو كالمجنون يركب قصبة من الخشب ويتخيلها فرسا حقيقيا. حزن الشاب، وقال في نفسه: أهذا هو الرجل 100؟ لكنه تذكر عهده فتقدم إليه وقال: أيها الرجل، أريد أن أسألك سؤالا. فقال الرجل: انتبه لفرسي حتى لا تضربك. قال الشاب: إني نذرت ألا أتزوج حتى أستشير 100 رجل متزوج، وقد استشرت 99 وأنت الرجل 100، فبماذا تنصحني؟ فنظر إليه الرجل وقال: النساء 3، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك. ثم أراد أن يمضي، فأسرع الشاب خلفه وقال: انتظر، لم أفهم ما تقول، فسر لي كلامك. فتوقف الرجل وقال: أما التي لك فهي البكر